هعمل معاكم النهارده جلاش بالجبن، ممكن تاكلوه في اي وقت. هعمله لكم بطريقه سهله ومكونات بسيطه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناه. اول حاجه هنعملها، هنجيب البوله بتاعتنا، هنحط كوبايه من الفلفل الالوان، نص كوبايه من الجبنه الشيدر، كوبايه من اللانشون لحم بقري او ممكن تركي، كوبايه من الجبنه الكريمي، وكوبايه من الجبنه الموتزاريلا، ومعلقه من الزعتر. ونقلب المكونات دي كلها مع بعض. هنجيب القالب بتاعنا وندهنه بالسمنه او الزبده، ونجيب لفه الجلاش بتاعتنا وهنحط رق من الجلاش، وبعد كده هنوزع بقيه الرقات على الجوانب. يكون كل راق نص جوه القالب ونص بره القالب حسب لفه الجلاش، وبندهن بين كل راق وراق سمنه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هننزل بالحشوه بتاعتنا وهنفردها وهنقفل عليها من كل الجوانب عشان الجبن ما تخرجش منها ساعه التسويه، وبعد كده نقطعها. بعد كده هنجيب كوبايه من اللبن وبيضه ورشه ملح ورشه فلفل ونضربهم، وننزل بيهم على الجلاش لغايه ما يتشرب. وبعد كده هنحطه في الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسط لمده ساعه الا ربع. هيطلع معاكم بالشكل الحلو ده، طري وطعمه جميل. جربوه وقولولي، وبالهنا والشفا.